السلام عليكم يا عم عزت، عامل ايه يا حبيبي؟ ربنا يصلح حالك يا رب وحال الناس كلها. الاسطى الميكانيكي ده هو رايه على دماغي، مفيش مشاكل، يعني هو اللي بيقوله ده على دماغي، بس نقنع بعض بالعلم، مش نقنع بعض كده بالايه، بالفاس والغلاء، لا نقنع بعض بالعلم. الفونيا دي فيها راجع، هو برضو يرد على السؤال اللي انا بقوله. الفونيا دي فيها راجع ولا ما فيهاش راجع؟ فيها راجع، راجع من فوق. والطرق واللهم صل عليك يا نبي. الهيد ده فيه راجع؟ لا ما فيهوش راجع. الهيد ده بيفضل يدي جاز يدي جاز طول ما الفونيا بتاخد جاز. الهيد شغال، الفونيا شغاله. قفشت الفونيا حصل الخراب، الراجع اتقفل عن البستم اللي هو اي واحد في الاربعه، عن البستم اللي في الاربعه، واحد في الاربعه اللي اتكتم ايا كان هو بقى، مش فارقه. ماشي، راجع الطرمبه ده مالكش دعوه بيه، راجع الطرمبه ده شغل ميكانيكا، وراجع الهيد ده شغل ميكانيكا. يعني راجع الطرمبه ده اللي فوق بلف الشخره زي ما احنا بنقول، ده اتجاه، وراجع الهيد ده اتجاه تاني، ده اتجاه تاني. طبعا الهيد ملوش راجع، له ضغط، وهو يسأل بتوع الطرمبات حبايبه اللي الهيد ده انت لو حليت اللاكورة 17 من تحت وجيت كتمت بايدك اي بلف من ال 14، لو هتلحمه باكسجين هيطير الاكسجين. يعني لو هتلحمه باكسجين هيطير الاكسجين. لو هتربط في قلبه مسمار بورمه كده بالعافيه، اللاكور هيتقطم من ضغط الجاز. ما هو كان قادر يعملها لك بقى كهرباء وبلوف وكده، احنا بنتكلم على الطرمبه الدبابه العاده، ماليش دعوه بال 109 والكلام ده، عشان ده شغل كهرباء ما بتعملش الكلام ده. انما الطرمبه العاده هي بتاعت الكلام ده. طبعا البقلة الجاز اتحوش فين؟ على راس البستم، على راس البستم. ايه اللي هيتم؟ خلاص بقى كده الفونيا ساعة ما تفتح يا تعوج بقل، خد بالك من الكلمة دي، يا تخرم بستم، عشان هو بيقول لك مفيش حاجة اسمها خرم بستم. برضه هو يسأل الميكانيكية، انا مش هقول لك لا، اللي انا واثق من كلامي. البقل طالما اتنى اللي يتم، يا يجي يمة الكامة يا يجي يمة شجرة المية، والاحسن والافضل ربنا بيحبه يجي يمة الكامة، ولا يكسر بقى ايه شجرة المية اللي الداخلية في الفرغة ولا الكلام ده كله. طبعا جاي يمة الكامة بيجيب الكامة وبيتنس يختكهات وبيكسر كستبانات، ولو الكران كده صيني بيأثر عليه بيعمل فيه رفة، اصلي ما بيعملش فيه حاجة. انما الشغل كده يا عم عزت، بس هو قال الراجل المحترم الميكانيكي ده على دماغي، هو قال ايه؟ لا. انا عاوز لا ليه؟ انما انا بقول لك لا، 1 2 3 علمي، وعنده بتوع الطرمبات يسألهم، والميكانيكية اللي الفراودة. انا ممكن بس عشان همشي على الحرم دلوقتي ممكن اشرح له من اول الدوارة لاخر الدوارة، بس احنا كبرنا على الكلام ده. بس انا لما الاقي واحد بيعلق لازم ارد عليه، بس ارد عليه في الصح، وهو برضه راجل رأي على دماغي، يعني راجل تمام التمام ورأيه على دماغي، وما اقدرش اتكلم فيه كلمة. راجل محترم بيقول رأيه اللي هو شايفه، كل واحد بيقول رأيه اللي هو شايفه. لا، انا بديله رأيي اللي انا شايفه وتعلمته ودرسته، واخد بالك يا عم عزت. وهو لو شايف اي حاجة رقم التليفون اديهوله، ونبقى مباشر نتكلم سوا، نقنع بعض بالحب مش بالعافية. مفيش حاجة اسمها تكسر كلام الفاضي. ما تكسرش الفونيا. ازاي ما تكسرش الفونيا؟ ما انا عاوز اوصل كده، ازاي ما تكسرش الفونيا دي طالما قفشت وفكت، ولا الطلقه، شفت الطلقه الالي بتخرم البستم يا تعوج البيل. وفي برضه حل تاني يا عم عزت، العربيه لما بتيجي تقلب، العربيه الدبابه بالذات لما بتيجي تقلب، بس بتقلب جنبه معين، برضه انا مش هقول عليه، هي بتقلب جنبه معين، بيجي زيت على راس البستم. دي حاجه انا بحكيها له برضه عشان اقنعه، طالما غرفه الحريق مليانه جاز او زيت، لا تعوج بقل يا تكسر بستم. واخد بالك يا عم عزت، تعوج بقل يا تكسر بستم. طالما العربيه قلبت على جنبه معين، طبعا هو تمام التمام عارف الجنب الهون، بدك تيجي
الموتور دائر. طبعا في ناس سواقين محترمه بتروح شاده العربيه، بتروح معوجه بقلين اللي هم في وضع الكبس، مش الراجع، اللي في وضع الكبس البقلين دول بيتعوجوا. بيروح بقى للميكانيكي يحل الاربع رشاشات. ده لو ميكانيكي فاهم زي الوسطى اللي فاهم، ده اللي بيحكي برضه يعني بنفهم مع بعض. بحل الاربع رشاشات وانطر الجاز اللي على راس البيستم وادور العربيه. دارت خير وبركه، دارت خير وبركه. في تلك الحالات طالما حليت الاربع رشاشات دارت يا عم عزت، وانا رقمي معاك بقى عشان الحق امشي على الحرم واشوف هتعمل ايه، وانا اكلم الميكانيكي ده ونقنع بعض، مفيش اي مشاكل. حبيبي يا عم عزت، نهارك ابيض. ده كلام لسه مسعد طبعا من احد الناس الميكانيكيه الشطار قوي. واعتقد ده كلام مقنع يعني. ولو في اي حاجه حد يعلق لنا نبتدي ان شاء الله لما يجي بقى لسه مسعد باذن الله بعد العيد ان شاء الله، نبتدي نقعد معاه بقى ونتناقش بقى ونتخانق وكده ونرجع لايام زمان. يا حبيبي لسه مسعد، كل سنه وانت طيب وعمره مقبوله. ويا رب اكون انا بعمل حاجه لاصحاب العربيات تبقى حاجه كويسه، كلنا بنتناقش والله. الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، مش مشكله خالص، كلنا بنتكلم وكلنا بنتعلم. عشان كده كان مهم جدا الفيديو ده. انا كنت معاكم عزت المصري، اشكركم على المتابعه ولكم التحيه والمصري الحب كله.